في أسطورة بتقول إن كل 50 سنة في اليابان الشيطان بيتلبس شخص وبيخليه لا يقهر ومش بيموت، ودي الأسطورة. ولكن الحقيقة إن الانتقام لو استحوذ على قلب شخص هو نفسه اللي بيبقى شيطانه متوحش. وأهلا بيكم في ملخص جديد. وقبل ما نبدأ ما تنسوش تدعمونا بلايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات علشان يجيلكم كل جديد. ويلا نبدأ. بيبدأ الفيلم مع بطلنا ساكاتا، واللي بيسن السلاح بتاعه بيجهز نفسه علشان يخرج، وبيركب عربيته وبيخرج. وفي الناحية التانية بنشوف زعيم مافيا وهو بيعنف المساعد بتاعه علشان فشل في مهمة. وفي نفس اللحظة دي بيكون ساكاتا وصل وبيخلص على أفراد العصابة واحد واحد بهدوء. والزعيم بيتفاجئ بشخص بيتحرك قدامه في الشباك وبياخد باله إن في خطر قريب. وهنا بيكون ساكاتا بيكمل شغله مع بقية الأفراد. ولما الزعيم بيحاول يهرب بيلاقي إن مفيش فايدة وكل العربيات معطلة، فبيضطر يدخل تاني لجوه. وبيأمر أحد مساعديه إنه يقضي على ساكاتا، بس ما بياخدش معاه أي جهد وبيقدر يقطع له إيده. وبيبقى في شخص قاعد بيراقب في الخفاء وخايف يطلع، والزعيم بيجهز سلاحه. وفي اللحظة دي بيدخل عليه ساكاتا، والزعيم بيفرغ كل الرصاص، بس ساكاتا بيكون أذكى منه وبيستخدم واحد من الحراس كدرع ليه. وبيقرب على الزعيم، والزعيم بيفضل يترجاه علشان يسيبه عايش، بس بيخلص عليه. وفي اللحظة دي شخص من العصابة بيبقى هيضرب على ساكاتا بالمسدس، بس بيوصل الشرطي وبيقتله وبيقول له عمل مميز كالعادة. وبنكتشف إن ساكاتا مش مجرم، بل على العكس هو مقاتل شرس تستخدمه الحكومة علشان يقضي على العصابات اللي مش قادرين عليها. وساكاتا هنا بيسلم على الضابط وبيقول له إنه قرر يعتزل علشان عيلته، وبيسيبه ويمشي. وبيوصل للبيت وبتستقبله بنته ريو بالأحضان وكمان مراته، واللي بتقول له جهزت لك الحمام. وهو بيقول لها إن ساب الشغل بتاعه خلاص ومن أول بكرة هيدور على وظيفة جديدة. وبالفعل بياخد شاور وبيعالج جروحه. وأول لما بيخرج بيلاقي في شخص لابس قناع واقف قدامه، ولما بيتحرك وراه بسرعة بيلاقي عدة أشخاص تانيين مقنعين برضه وواخدين بنته ومراته كرهاين. ولما بيسألهم انتوا مين، الزعيم بتاعهم بيرد ان هم اللي هيتحكموا في المدينة من دلوقتي، وان عصابات الياكوزا كانوا عاملين ليهم عائق، بس ساكاتا مشكورا خلص عليهم كلهم. ولما بيحاول يهجم على واحد منهم في واحد بيهدده بمراته، وهنا بيقرر يستسلم علشان يسيبوهم يعيشوا. ومراته بتفضل تقول لهم سيبوا ريو دي لسه صغيرة، بس المقنع اللي لابس وش ذئب بيخلص عليها بطلقة. وبيبقى في واحد منهم هيضرب ريو، بس ساكاتا بيمسك ايده بيقول لها ريو اهربي بسرعة. واول لما بتتحرك زعيمهم بيخلص عليها هي كمان. وفي اللحظة دي ساكاتا بيقول لهم انا هقتلكم كلكم، واقسم ان في يوم من الايام هقضي عليكم. بس مش بيلحق يكمل كلامه لانهم بيضربوا بطلقة في دماغه هو كمان. وبينتشر في الاخبار ان ساكاتا قتل بنته ومراته قبل ما يضرب نفسه بالنار وينتحر. وبعد 12 سنة من الواقعة بنكتشف ان ساكاتا لسه عايش، بس بقى مشلول بسبب الرصاصة اللي اخدها في دماغه، وقضى الفترة دي كلها في مستشفى السجن. وفي الجانب التاني بنشوف عمدة المدينة بيتكلم عن الإنجازات اللي عملها، وبيتكلم إنه هيعمل منطقة سياحية كبيرة ودي هتجذب الآلاف من السياح للمدينة، والمدينة أصلا غرقانة في الفساد. وبعد لما بيخلص كلامه في صحفي بيقوم وبيسأله في إن نسبة المفقودين والمختفيين قسريا زادت في السنين اللي فاتت بنسبة 15%. وكمان اختفى زعيم المعارضة للمشروع ده، والأكتر من كده إنه تم التغاضي عن قضية نزوح السكان اللي كانوا عايشين في أرض المشروع. وأنت بتقول لنا إن في إنجازات وده خلاف الواقع. وهنا العمدة بيرد عليه وبيقول له ان كل كلامك ده مش صحيح، ومفيش اي تقارير رسمية او اي وثائق صدرت عن الشرطة، وانت دارس الكلام ده؟ اتفضل اقعد. وبنرجع تاني لساكاتا وبنشوف الضابط اللي كان شغال معاه وهو بيوصله لسكنه الجديد، وكمان عينه شخص ليه علشان يكون ممرض ويرعاه. وحياته بقت سوداوية وكئيبة. وفي يوم من الايام الممرض بتاعه بيكون شايله وطالع بيه على السكن، وفي اللحظة دي بيهجم عليه شخص وبيضربه بسكينة وبيغرزها في دراعه. وبيتضح ان الشخص ده اللي ساكاتا قطع له ايده من 12 سنة، وهو بيبقى عايز ينتقم. بس لما بيلاقي ساكاتا ملوش اي رد فعل ولا بيكون حاسس باللي بيحصل حواليه بيقرر انه يسيبه ويمشي. وفي الناحية التانية بيكون الصحفي قاعد مع واحد من الياكوزا اللي نجوا من هجوم ساكاتا، وبيدي للصحفي معلومات عن اللي حصل. ومن غير سابق انذار بيظهر شخص لابس قناع احمر من ضمن الخمسة المقنعين وبيطارد الصحفي وبيخلص عليه. وفي شخص مقنع تاني بياخد فرد العصابة ده وبيخليه يمسك السلاح اللي قتله بيه الصحفي علشان بصمته تبقى عليه، وبيجبره يضرب نفسه بالنار علشان تبان انها عملية قتل وبعد كده انتحار. وفي نفس اللحظة دي بنشوف الضابط فوجيتا وهو بيلعب بينج بونج وبيفتكر اللي حصل وانه خان ساكاتا وهو كان السبب في كل اللي حصل له. وفي نفس اللحظة دي بنشوف زعيم شرطة المدينة وهو بيكلم حراس غرفة ساكاتا في المستشفى لانه اتنقل ليها علشان يعالجوا دراعه بعد ما اتصاب فيه، ولازم يبقى عليه حراس علشان حياته مهددة. وهنا زعيم الشرطة بيقول للحراس عمل ممتاز بس ارتاحوا شوية، وبيديهم فلوس علشان يروحوا يشربوا حاجة. وبيدخل عند ساكاتا وبيتضح ان زعيم الشرطة ده واحد من المقنعين اللي قتلوا مراته وبنته، وبيحقن له سم في المحلول علشان يقتله هو كمان. بس ساكاتا لما بيشوف القناع بيتحول وبيقوم بعد المدة الطويلة دي وبيتحرك بكل صعوبة وبيشتبك معاه، بس طبعا بيقدر يضربه، وده لان ساكاتا لسه
رجعش لكامل قوته. وفي اللحظة دي بيدخل عليهم الحراس وبيبقوا هيضربوه بالنار، بس بيخلع القناع بسرعة وبيقول لهم قصة أي كلام علشان يداري على اللي عمله، وبيسحب سلاح واحد منهم وبيخلص عليه وبيديه للتاني اللي بيكون متواطئ معاه وبيقول له أنا هرتب كل حاجة. وهنقول إن ساكاتا سحب منه المسدس وقتله، وبعد كده ضرب نفسه بالنار. وفي نفس اللحظة دي في دكتور بيشوفهم فبيخلصوا عليه برضه. وهنا بنشوف ساكاتا مرة تانية وهو بيفوق وبيمسك فيهم هما الاتنين وبيحاول يشنق زعيم الشرطة، وعن طريق الخطأ لما بيقلب السرير بيوقع التاني من الشباك، بس في النهاية بينجح في شنق الزعيم، وبكده بيكون نجح في قتل أول واحد من اللي قتلوا مراته وبنته، وجسمه بيكون بدأ يرجع تاني للحياة. والظابط فوجيتا بيكون رايح للمستشفى علشان يطمن على ساكاتا، وبيتفاجئ من اللي حصل وإن شايف ساكاتا بيتحرك بعد المدة دي كلها. وبيجي الخبر بموت زعيم الشرطة لبقية أفراد عصابة المقنعين، وبيقولوا إنهم لازم يجهزوا نفسهم لاستقبال ساكاتا لأن الشيطان دلوقتي بقى حر طليق. وبيبعتوا رسالة للظابط فوجيتا إنه يقتله ويوصل لهم جثته، وفوجيتا ما بيتأخرش بيوديه في كيس جثث لمصنع واحد منهم، والمصنع ده بيكون لإعادة تدوير الزجاج، بس في الحقيقة هو مصنع للمخدرات. وبياخدوا الكيس وبيرموه على السير علشان يدخلوه لمطحنة الإزاز، بس ساكاتا بيخرج منه فجأة وبيشتبك مع كل اللي موجودين. ولما مالك المصنع بيكتشف إنه لسه عايش بيكتشف إن فوجيتا خانهم، وبيأمر حارس البوابة يخلص عليه، بس فوجيتا بيقدر يهرب منه. وساكاتا بيكمل في طريقه ومحدش بيقدر يوقفه، ومش فارق مع أي أعداد أو حتى سلاح، وهو ليه هدف واحد ولازم يوصل له وهو الانتقام. بس ده بيكون فخ، والمقنع صاحب المصنع بيكون حاطط متفجرات في كل حتة، ولما بيخرج من المصنع بيفجره بساكاتا ولكنه بيقدر ينجو. ولما بيقرب منه فجأة فوجيتا بيخبطه بالعربية وبيقول له أنا آسف، أنا ساهمت في موت مراتك وبنتك وأنا خنتك وأنا حاولت أعمل حاجة صح، بس أنا كمان أستحق الموت. وساكاتا ما بيرجعلوش كلمته وبيخلص عليه برصاصة في راسه زي ما مراته ماتت. وبعد كده بياخد المقنع وبيعلقه وبيعملوا كيس ملاكمة علشان ياخد منه أي معلومات عن بقية أفراد العصابة، بس مش بيرضى يتكلم. وفي اللحظة دي تليفونه بيرن واللي بيكلمه زعيم العصابة وبيقول أنا كنت في انتظارك وأنا عايزك تسيبه حي، وانتقامك مننا هيدمر المدينة كلها وهيفسد النظام. وبيتضح إن زعيم العصابة ده هو نفسه العمدة، وبيقول له راجع نفسك لأن بنتك لسه عايشة بهوية تانية وهي دلوقتي في الثانوية، ولو يهمك حياتها شيل الانتقام ده من دماغك. وساكاتا بيبقى محتار يعمل إيه، بس الأولوية دلوقتي لبنته، واللي بتكون عند واحد من المقنعين اللي هو المقنع الذئب، واللي رباها على إنها بنته بس علشان عنده ميول منحرفة ناحيتها. وفي الناحية التانية ساكاتا بيروح لمصدر معلوماته القديم علشان يعرف عنهم أي حاجة، وبيقدر يوصل للمكان اللي عايشة فيه بنته، وبيخلص على كل الحراس في طريقه. ولما بيدخل بيلاقي صور كتير ليها وهي بتبقى مستخبية علشان خايفة منه لأنها ما بتعرفهوش. وهنا بيوصل المقنع وبيقول له هدفع لك اللي أنت عايزه، وساكاتا بيرد عليه أنا جاي علشان ريو، وبيمسك فيه وبيحاول يقتله وبيفضل يضرب فيه، بس في اللحظة دي بتخرج ريو وبتضربه بسهم في كتفه، والتاني بيهجم عليه وبيرميه من الشباك. ولما بيبص عليه بيكون في شخص خده في العربية بتاعته وهرب، بس زعيم العصابة بيقدر يعرف الشخص اللي ساعده، ومن خلال تليفونه بيكلم ساكاتا وبيقول له لو عايز بنتك تفضل عايشة أنا مستنيك تجيلي. وهنا ساكاتا بيروح للمخزن بتاعه القديم علشان يجهز نفسه، وبياخد سلاحه المفضل وبياخد عربيته وبيتوجه للعنوان اللي هو البرج الكبير في المدينة السياحية، واللي بيكون فيه عشرات الحراس مسلحين ومجهزين بأحدث عتاد ومستنيين ساكاتا، بس هو مش بيهمه وبيدخل عليهم كلهم وبيخترقهم بكل سهولة وكأنهم مجرد هوا، وبيطلع البرج دور دور وبيقضي على أي حد يقف في طريقه. وبيقابل المقنع الذئب وده بيكون عنيف وكمان ماهر في استخدام السكاكين، وبيجرح ساكاتا عدة جروح وبيقدر يقف قدام ساكاتا، بس في النهاية بيقدر يقضي عليه وبيكمل في طريقه وهو مصاب بإصابات شديدة. وأخيرا بيوصل لريو، بس هي بتبقى خايفة منه وبيقول لها أنت مش عارفاني أنا أبوكي. وفي اللحظة دي واحد من المقنعين بيضربه على دماغه وبيفقده الوعي، ولما بيفوق بيلاقي نفسه على الأرض وفي واحد رافع عليه سلاح وريو قدامه، وزعيم العصابة بيكون ماسك سيف وبيقول له أنا عايز أشوف الشيطان ولو لمرة واحدة، أنت شكلك مش زي الشياطين بس علشان تتحول لازم أقطع رقبتها قدامك. وفي اللحظة دي بيوصل المساعد بتاعه وبيضرب عليهم نار عشوائي وعلى كل اللي موجودين، وساكاتا بيصرخ بصوت عالي ريو اهربي بسرعة. وهي هنا بتفتكر الطفولة لما هربت وأبوها قال لها اهربي وطلعت تجري بس وقعت على الأرض والرصاصة ما جاتش فيها، وبتعرف إن ده أبوها الحقيقي وفعلا بتهرب. وكده بيتفضل ساكاتا وآخر 2 مقنعين وهما الزعيم والحارس بتاعه، وساكاتا بيدخل مع الحارس في قتال شرس وبعد صعوبة بيقدر يهزمه وبيكشف وشه الزعيم، وبيظهر هنا إن أخوه التوأم، وبيبقى كده مش فاضل غير ساكاتا والزعيم اللي بيلبس قناعه وبياخد السيف وبينزل تقطيع في ساكاتا حتة حتة. ولكن ساكاتا مستمر في القتال وكأنه شيطان فعلا ومش بيموت حتى لما بيقطع دراعه بالكامل.
بالكامل. بيفضل مكمل والزعيم بيفضل يضرب فيه، وساكاتا بيقوم في كل مرة، وفي اللحظة دي بيترعب منه وبيقول له انت فعلا الشيطان. وساكاتا هنا بيضربه في رقبته والزعيم بيطعنه، بس مش بيموت ساكاتا، بل على العكس بيسحب السكينة وبيضربه مرة تانية بيها وبيقدر يقضي عليه، وبكده يكون خد انتقامه بالكامل. وريو بتقرب منه، وفي اللحظة دي بيظهر المقنع الذئب مرة تانية اللي بيكون لسه ما ماتش، وساكاتا بيخلص عليه المرة دي وبيحضن ريو وبيقول لها سامحيني انا ما قدرتش احمي امك. وفي اللحظة دي بتوصل الشرطة والاسعاف وساكاتا بيكون اختفى. وبعدها بنكتشف ان اخو الزعيم التوأم لسه عايش وخد مكان اخوه العمدة، وبيحكي على بطولاته في القضاء على المجرم وان وشه اتشوه كده في القتال. وبيروح المعبد اللي في الجبل وبيلبس الوش بتاع اخوه وبيعمل طقوس ورقصات شيطانية، ولما بيلف وشه بيلاقي ريو قدامه وماسكه قوس وبتضربه بعدة اسهم لحد ما بتقضي عليه، وبتركب عربية ابوها وبتمشي. وبكده بتكون كملت الانتقام للنهاية وبيخلص الفيلم على كده. وما تنسوش لو عجبكم الملخص لايك وشير واشتراك في القناة وفعلوا جرس التنبيهات علشان يجيلكم كل جديد، وعرفونا رأيكم في التعليقات. وبس كده، والى اللقاء.